انا بنيت كاريري كله على رهان مع واحد صاحبي. المحطة التالية محطة. واحنا صغيرين رحت السينما انا وواحد صاحبي ودخلنا فيلم هاري بوتر. فانا كنت بتفرج على الفيلم وانا منبهر جدا من الافكتس والكاركترز اللي بتظهر والعالم ده كله معمول ازاي. سالت عمر صاحبي اللي كان قاعد جنبي، قلت له عمر هم بيعملوا الحاجات دي ازاي؟ قال لي لا، ما فيش برنامج كده اسمه مايا و3 دي ماكس واحد زيك ما يعرفش ان هو يتعلم. احنا كنا عيال صغيرين يا عمر، بس لا، ساعتها ما كانش فيه اللي احنا فيه دلوقتي، يوتيوب تقدر تتعلم منه كل حاجة وبسرعة. لا حرفيا انا كنت بضبش في الضلمة، ما كانش فيه اماكن كتيرة تقدر انت تتعلم فيها اللي انت عايزه، ما كانش فيه ناس كتيرة تقدر انت تسألها. بس احنا دلوقتي حظنا احسن بكتير، يعني حرفيا ممكن تبقى محترف بس من اليوتيوب. فلو انت حابب ان انت تتعلم المجال ده جديد فانت فعلا حظك حلو، لان المصادر بقت متوفرة وموجودة. تقدر من اليوتيوب تتعلم اللي انت عايزه بأي شكل بأي سرعة انت عايزها. انا دلوقتي قررت ان انا اتعلم 3 دي. هستفيد ايه؟ خليني ابسطها لك. 3 دي مهاره زيها زي المزيكا، زي الرسم، زي الكتابه، زي اي مهاره تقدر توظفها في 100,000 مجال. طب هل فلوسه حلوه؟ فلوسه حلوه، بس انت وشطارتك. طب يا غني انت شوقتنا، ايه هي بقى المجالات اللي احنا نشتغل فيها؟ بص، هم كتير قوي لدرجه ان انا لو عديتهم الفيديو ده مش هيخلص. فاحنا هنعمل فيديو تاني بس عن المجالات اللي انت ممكن تشتغل فيها بال 3 دي. خلي الفيديو ده للاختصار المخل. ممكن اول مجال يجي في بالك لما نتكلم على 3 دي السينما، الافلام، المسلسلات. ممكن يطلب منك ان انت تعمل لوكيشن كامل الممثلين هيمثلوا فيه لو حطينا وراهم جرين سكرين. ممكن اصلا يطلب منك فيلم انيميشن، ولو ان ده مش موجود كتير في مصر للاسف، وده معناه ان هي فرصه حلوه. او مثلا لو في الافلام الفانتسي ممكن يطلب منك ان انت تعمل كاركتر بشكل معين ما ينفعش ان هو يتعمل بالميك اب، فساعتها شغلتك ك 3 دي كاركتر ارتست تقدر ان انت تعمل ده. مش هتبقى لوحدك، يعني هيبقى معاك كذا حد بيشتغلوا معاك في نفس الحاجه، عشان الموضوع مش اسهل حاجه. بس اوعدك هتتبسط قوي انت شغال فيه. الافلام القصيره يا جماعه، كميه المهرجانات اللي انت تقدر ان انت تشارك بيها محليا وعالميا، تقدر طبعا تكسب منها فلوس وانت وشطارتك. مجال الالعاب، انا اشتغلت في مجال الالعاب فتره، وبجد ده كان احلى مجال واحلى وقت انا قضيته وانا بشتغل الشغل ده. غير ان هو ماديا كان لطيف جدا، بس انت فعلا شغال في حاجه انت بتحبها، انت شغال في الالعاب. في ايه احسن من كده؟ كفايه اصلا فكره ان انت اي حد بيسالك انت شغال في ايه فتقول له انا بشتغل في الجيمز، بعمل جيمز، يقول لك واو. كميه الانبهار بالشغل كانت الصراحه مصبراني على حاجات كتير قوي. ما اعرفش انت هتبقى مفاجاه بالنسبه لك ولا لا، بس مجال الالعاب الربح بتاعه للشركات حرفيا ممكن يتنافس مع ارباح افلام في هوليوود. فتخيل لو انت شاطر في المجال ده انت ممكن تعمل بيه ايه وممكن تطلع منه ايه وانت وشطارتك. اصل بجد لو انت ما عندكش الدافع ان انت تتعلم ازاي تعمل العاب، انت عايش ليه؟ العاب يا جماعه، العاب عندنا هنا في مصر وفي الوطن العربي عامه ناس شاطرين جدا في المجال ده. يعني انا اقدر اراهنك انك اكيد 100% لعبت لعبه على الاقل فيها واحد مصري اشتغل فيها في اي حاجه. عندنا ناس شاطرين جدا جدا بشكل يخض. طبعا غير ان انت ممكن لو عندك الشغف الكافي والوقت الكافي وعندك واحد صاحبك مهتم بنفس المجال، مفيش مانع ان انت تعمل اللعبه بنفسك. لكن مثلا انجري بيردز اللي عملوها كانوا عدد قليل، مش فاكر 5 باين او حاجه زي كده، وفشلوا كذا مره وبعدين نجحوا في الاخر، والموضوع موضوع دوبل جدا وانت وشطارتك. ألعاب، أفلام مثلا، مسلسلات. الاعلانات، الاعلانات مطلوب جدا، موجود جدا، مش سهل جدا بس مش صعب جدا، وتقدر تطلع بيه نتائج هايله. حتى لو انت مبتدئ تقدر ان انت تعمل نتائج تحفه. وعندنا في مصر والوطن العربي ناس كتير قوي شاطرين في المجال ده. ستيل في منافسه نسبيا، بس في شغل كتير جدا بفلوس حلوه بالدولار، وطبعا انت وشطارتك. لان في شركات كتيره بيطلبوا ان منتجاتهم تتعمل 3 دي فتتحرك في انفايرمنت بشكل معين باضاءه معينه، ارخص واسهل بكتير من ان هي تتعمل في الحقيقه. وفي طبعا حاجات ما ينفعش ان تتعمل في الحقيقه ولازم تعمل في 3 دي، فساعتها بيجي دورك. التعليم عامه، يعني
تقريبا اللي انا بعمله دلوقتي ده شغل، ان انت تعمل كورسات او ان انت تبيع كورسات او ان انت تتعلم مهاره معينه فتطلع على اليوتيوب فالناس تبدا ان هي تتابعك فيبقى عندك فولورز، فتبدا ان انت تبيع منتجات بشكل معين، تبدا تبيع منتجات ديجيتال انت عاملها سواء اضافات مثلا لبلندر او ماتيريال معينه او تكستشرز او وات ايفر. يعني تلاقي 100,000 حاجه تبيعها. ده غير ان ممكن يجي لك منها شغل. في ناس كتيره بدأوا ان هم يعملوا شانلز على اليوتيوب وكان بيجي لهم اوفرات شغل كتير. فلوس حاجه بس اخيره حابب اتكلم عليها. لو انت خايف ان الاي اي ياخد شغلك فما تخافش، هو بيتطور كل يوم اكتر من اللي قبليه، بس لو انت شاطر فعلا وبتحب اللي انت بتعمله هيبقى صعب ان الاي اي ياخد شغلك بالسهوله دي. في الاخر الرزق بتاع ربنا. يعني بما ان المجال كبير والمنافسه فيه عاليه لازم تحط لنفسك دافع. في ناس الدافع بتاعها الفلوس، في ناس الدافع بتاعها الشهره. انا كان الدافع بتاعي ان انا اكسب رهان مع واحد صاحبي.